السلام عليكم يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. خلال شهر يناير جبت شويه برودكتس كده حابه اوريها لكم. لسه يعني ما جربتهاش، او في حاجات جربتها مره واحده او مرتين هقول لكم عليها. بس قبل ما ابدا الفيديو، لسه ما اشتركتش في القناه يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس وتختاري اول علشان اول ما انزل فيديو جديد يجيلك نوتيفيكيشن. ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه جبت الهيالورونيك اسيد ده من دكتور راشيل. صراحه بصوا هو لسه انا ما فتحتوش خالص، هفتحه معاكم كده واجرب يعني اول مره وهشوف هيطلع حلو ولا لا. كميته كبيره قوي، ايه ده بجد كميته فظيعه، يعني حاسه ان هو يقعد كتير قوي. العبوه ازاز، ربنا يستر، بخاف من العبوات الازاز مع ان هي يعني اكتر حاجه سيف انها تكون ازاز. خلينا نشم ريحته كده ونشوف. ملوش ريحه قوي ودي حاجه كويسه. شوف كده قوامه خفيف جدا، اعتقد خفيف يعني، بس ايه حاساه زيتي شويه. هو ملوش ريحه خالص يا جماعه ودي حاجه كويسه جدا، خاصه البشرات الحساسه. بصوا هو طبعا المفروض يتحط زي ما انتوا عارفين على بشره منديه، بعد كده بنحط الكريم المرطب على طول علشان يحفظ الترطيب في الجلد او في البشره. بس انا لما حطيته حاسه اني يعني جلدي ناعم قوي، يعني حاسه ان جلدي ناعم جدا، البشره امتصته بسرعه جدا، يعني ما كملش ثواني. طبعا بقى هجربه فتره طويله، يعني مثلا شهر او شهرين كده، وهقول لكم اكيد رايي فيه. اللي هو يعني ده رايي كده مبدئي، يعني لسه مش عارفه هيبقى كويس ولا لا. كمان جبت كريم العين ده من بابيلا، هو براند كده انا اول مره اجربه، يعني حتى مش سامعه عنه قوي. دي شكل كده العبوه، شكل الازازه كده برضو ازاز، وهي بامب ضغطه كده مفروض بسيطه بتطلع البرودكت. بصراحه انا استخدمته تقريبا مره واحده وحسيت ان ترطيبه حلو، يعني ترطيبه حلو قوي تحت العين. وطبعا الجلد اللي تحت العين ده يا جماعه رقيق، فمحتاج ترطيب على طول زي البشره بالظبط، يعني فمهم قوي ان برضو ان كريم العين يكون مرطب. يعني انت بتبقي عايزه كريم يعالج الهالات اللي تحت العين، بتبقي مركزه قوي على الحكايه دي. بس هو الحقيقه ان قلة الترطيب من الحاجات اللي هي برضو بتعجز وتسبب الخطوط اللي بتبقى تحت العين او حوالين العين، فطبعا ترطيب مهم قوي. هستمر عليه واجربه طبعا لغايه ما يخلص، هقول لكم رايي فيه بعد كده جبت كريم التفتيح ده من ستارفيل، كنت سامعه عنه يعني ريفيوهات كويسه. مكوناته كلها تفتيح الفا اربيوتين وحاجات تانية، ومكتوب ان هو ينفع للسنسيتيف اريا، فانا حابه اجربه برضو، خاصه ان انتوا عارفين ان انا عندي زي ما قلت لكم قبل كده تصبغات في وشي وبقع، فحابه اجربه واشوف هل هيعمل اي فرق او لا. دايما كريمات التفتيح عامه تاخد لها مثلا اكتر من 6 شهور، يعني 6 شهور لسنه علشان تبتدي تحسي بفرق او بالتفتيح كويس يعني. فعلى العموم هجربه واكيد هقول لكم رايي فيه. بعد كده جبت من انفينيتي، انتوا عارفين انا بحب انفينيتي، يعني البرودكتس بتاعتها غالبا كويسه، فجبت منها كريم المرطب ده اللي هو اسمه هيالو كولاجين، والسيرم برضو نفس اللاين، برضو سيرم هيالو كولاجين. وطبعا من الاسم واضح يعني ان هما بيحتووا على هيالورونيك اسيد وكولاجين، وما كاتبين فيه مارين كولاجين. اعتقد يعني ان انا لو استخدمتهم مع بعض حاسه ان هما هيعملوا نتيجه احسن، يعني من ان انا لو استخدم ده وحده او ده وحده. ده طبعا السيرم زي اي هيالورونيك اسيد طبيعي هحطه، وبعده طبعا هحط المرطب. اتمنى ان هما فعلا يعملوا فرق في بشرتي، واكيد هقول لكم على النتيجه. بعد كده جبت الكريم ده من مويست وان، ده كريم للجسم، ده يوريا كريم. فيه طبعا مويست وان للبشره، واعتقد ان انا جبته بس لسه ما عملت لكمش عليه ريفيو، لكن مويست وان ده للجسم، وده خاصه لجلد الوزه، يعني هو طبعا تقيل جدا وانا استخدمت منه شويه يعني حلوين الصراحه. بصوا يعني استخدمت ده كده اهو،
استخدمت منه شويه حلوين، مستنيه لما يخلص خالص واقول لكم هل عمل اي فرق او اي نتيجه يعني. طبعا كنت محتاجه في الشتاء ان انا اجيب شاور كريم علشان يبقى الترطيب احسن. انتوا عارفين ان احنا بندور على اي حاجه في الشتاء بترطب الجلد. حتى الشاور جل اللي احنا بنستخدمه يعني يستحسن ان احنا نستخدم حاجه فيها ترطيب برضو، رغم ان هو ما بيقعدش على الجسم كتير، بس برضو كل ما يبقى كل حاجه بتستخدميها مرطبه هيبقى احسن. فانا دورت على شاور كريم ما يكونش مقاطعه، لان طبعا انتوا عارفين اني نمبر 1 يعني في الشاور كريم هو دوف، وهو احسنهم طبعا بس هو مقاطعه. فقلت هجيب نوت شيل. لو انتم متابعيني هتشوفوا ان انا جبت منه برضو البادي لوشن في فيديو المقارنه بين مرطبات الجسم، روحوا شوفوا الفيديو لو انتم لسه ما شفتوهوش. فانا جبت منه الشاور كريم ده، وده بريحه المكاديميا والروز ووتر، يعني بريحه ميه الورد والمكاديميا. اعتقد مكاديميا دي زهره يعني. هو ريحته قويه وريحته حلوه قوي يا جماعه للناس اللي بتحب الحاجات. هو فلورال كده، فيه تاتش سويتي يعني زي ميه الورد كده، بس فيه تاتش كده سويتي. فريحته حلوه قوي، ناعم على الجسم جدا. مش هقول لكم ان هو ده اللي هيرطب لكم جسمكم يعني هتعتمدوا عليه وحده، هو اكيد مش هيرطب الجسم وحده، هو حاجه مساعده في ترطيب الجسم. فبصراحه عجبني ريحته، كميته برضو كبيره قوي. هكتب لكم هنا يعني كميته حلوه، كميته كبيره وسعره معقول. فهخلصه برضو اقول لكم رايي فيه بمنتهى الصراحه. بعد كده جبت حبيب قلبي، يعني يخلص واجيبه تاني ويخلص واجيبه تاني. اللي متابعيني عارفين ان انا بحب قوي كلاري فريش سكالب يا جماعه، بيفرق جدا معايا في تنظيف فروه الراس جدا جدا، واحساس بالانتعاش كده، وبيقلل معايا القشره جدا. طبعا بستخدم برضو شامبو قشر معاه يعني، بس هو بيقلل جدا القشره، بيقلل جدا افراز الدهون، خاصه لو انتي شعرك دهني هيفرق معاكي جدا جدا، لانه فعلا بيقلل افراز الدهون في الشعر وبيقعد مده اطول. يعني انتي ممكن تقعدي، يعني لو انتي شعرك مثلا بتحتاجي تغسليه كل يومين مثلا، هيخليكي تحتاجي تغسليه كل 3 ايام كل 4 ايام. فبجد تحفة تحفة تحفة، وده اكتر برودكت فعلا انا بحبه لنظافة الفروة بتاعة الشعر. بعد كده جبت المخمرية دي من فريدة، بس المخمرية دي للشعر مش للجسم يا جماعة، ودي انا اتفاجئت بيها يعني، ما كنتش عارفة اصلا ان في براند مصري بيعمل مخمرية للشعر، اللي هي بدل ما انتي تستخدمي اللي هو معطرات الشعر دي الهير بيرفيوم يعني، دي بدلها. وحاسه ان دي صحيه اكتر واحسن من اللي هي معطرات الشعر، لان دي ما فيهاش كحول، دي بالظبط عامله هي زي السيرم بالظبط. بصوا يعني دي انا اكتشفتها بالصدفه جدا، وبجد يعني عجبتني قوي. استخدمتها برضو مره كده او مرتين بس. هي بصوا اهي، بصوا يا جماعه احطها لكم كده، بصوا قوامها عامله زي السيرم بالظبط، سيرم خفيف قوي للشعر، قوامها زيتي يعني زيتي خفيف قوي قوي يعني، مش حاجه تقيله. وريحتها الريحه يعني كده طالعه عليا هب عليا كده، يعني فيها ميكس كده سويتي على فلورال، على ريحه العطور اللي هي الفرنسيه. ريحتها تحفه تحفه تحفه، وهي عشان سيرم فهي تحسي انها ثابته، يعني الريحه بتفضل ثابته في شعرك اطول من اللي هي الهير بيرفيومز التانية. فممكن مثلا يعني تقعد في شعرك كذا ساعه تشمي ريحتها، لو اي كده هوا او حركتي شعرك كده تحسي ان الريحه موجوده. فبجد عجبتني جدا جدا. ندخل بقى على الميك اب. انا جبت ليبستيك ده من اماندا، وانا بصراحه يعني تقريبا انا ما جبتش ليبستيكس قبل كده من اماندا، يعني اول مره اجربه. جربته مره واحده بس هو عجبني قوي. بس انا مش هديكوا رايي فيه قوي عشان انا ما حطيتوش ساعات طويله عشان اعرف اقول لكم اذا كان حلو او وحش. ده كده شكله
ادي كده. وده لونه اللي انا بحبه دايما، اللي هو نود على بينك. مش عارفه باين عندكم في الكاميرا ولا لا، بس انا حبيته يعني، اول مره حطيته حبيته. ف برضه هقول لكم رايي فيه اكيد بعد كده لما استخدمه كذا مره واحطه فترات طويله ومع الاكل ومع الشرب والكلام ده، اكيد هقول لكم رايي فيه ساعتها. بعد كده جبت الليب لاينر ده من سيبيل، وكنت سامعه عنه ريفيو كويس برضو يعني، ما استخدمتوش تقريبا. هو لونه كده على بينك، لسه ما استخدمتوش، مش عارفه اقول لكم رايي فيه. بعد كده جبت الماسكارا دي من كاتريس، مكتوب عليها بيج جو بولد. كنت سامعه انها حلوه وبتاع. انا مش عارفه حظي مع الماسكارات وحش. بصوا يعني حتى تحسوا الابليكيتور بتاعها كويس يعني، اللي هو بيدي فوليوم، او تحسي ان هو عشان تخين يعني، المفروض ان هو يدي كيرل كده. زي ما انتوا عارفين انا بحب الرموش تبقى كيرل، ما بحبهاش ستريت. بصراحه ما عجبتنيش قوي، مش حاسه انها مديه لون قوي. حطاها دلوقتي مش حاسه انها مديه الكيرل والفوليوم، عشان بحب برضو يبقى فيه فوليوم، لان انا رموشي مش طويله مش تقيله، فبحب انها تدي فوليوم. لا هي مش مدياني اي فوليوم، مديه لون بس مش مديه اي فوليوم يعني، كل شعره كده وحدها يعني. فيعني ما عجبتنيش قوي بصراحه. بعد كده جبت البلاشر الكريمي ده من كاتريس برضو يعني، انا لسه ما جربتوش ومش هقدر احكم عليه قوي. ده لونه هو ليه مش بين ده لونه كده، وهو بيلف من تحت كده زي ما انتم شايفين. لونه فاتح قوي، مش عارفه هيطلع ازاي، برضو هبقى اجربه معاكم في فيديو كده الميك اب، اخر حاجات اشتريتها. وممكن نعمل كده ميك اب كامل. انا ما عملتلكمش يمكن غير فيديو واحد او فيديوهين كده من زمان ميك اب. فاكتبوا لي تحت في الكومنتس لو انتوا حابين ان انا اعمل معاكم ميك اب كامل من الحاجات اللي انا الميك اب الجديد اللي انا جبته، او الميك اب اللي عندي قبل كده. وبس كده حلوين، نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم واتسليتوا واستفدتوا منه. واكتبوا لي تحت في الكومنتس لو انتوا جربتوا حاجه من الحاجات دي قبل كده، اكتبوا لي رايكم فيها ايه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير مع اصحابكم، وتابعوني على السوشيال ميديا على تيك توك وعلى انستجرام. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.